هاي. فيديو النهارده هيبقى عن نحل ازاي مشكلة جلد الوزة عشان احنا في فصل الشتاء وبمنتج واحد بس. فيلا بينا مع بعض نعرف ايه هو المنتج الرخيص الجامد اللي هيشيل لنا جلد الوزة خالص من الجسم. ويلا بينا مع بعض. طب زي ما شفنا في الاول ان الفكره بتاعت النهارده هي هتبقى عن جلد الوزه، وايه المنتج اللي هنستخدمه من مره واحده هيشيل لنا جلد الوزه خالص. والمنتج الجامد قوي 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 مبدئيا هقول لكم سعره الاول بقى عشان اعمل لكم سسبنس. هو سعره الاول 15 جنيه بس. آه المنتج هو كاربا ميد، عشان انا دايما بتلخبط في اسمه على فكره. بصوا انا الانبوبه اللي عندي عامله ازاي. البتاع ده اختراع لجلد الوزة. انا جربت حاجات كتير جدا 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 لجلد الوزة، وفي فيديو تاني انا كنت مصوراه عن جلد الوزة برضك، بس اللي اكتشفته ان البتاع ده لوحده قادر ان هو يرطب لك المكان نفسه ويخفي لك جلد الوزة خالص. بس ان انت يعني يكون مطلوب منك ان انت تستمري عليه بس، وتواظبي ان انت تستخدميه وتبقي منضفه المكان كويس قوي اي قبل ما تستخدمي الكريم نفسه عليه، وهو هيشيلك جلد الوزة. فكل اللي عليكي تعمليه ان انتي تنضفي المكان كويس جدا جدا وتحطي منه على المكان، وكده هيخلي كل جلد الوزة كله، مش هيسيبلك جلد وزة في المكان خالص. بس يا جماعه عشان تكونوا فاهمين، جلد الوزة مش حاجه احنا بنخفيها نهائيا، لان مادام مكان فيه جلد وزة ده طبيعي يطلعلك مره واتنين وتلاته واربعه. احنا بس هنعالجه مؤقتا هيختفي، بس طبعا مع الحاجات الغلط اللي بنعملها هيرجع يعني هيرجع تاني في الجلد. فمفيش حل نهائي لجلد الوز ده، هو بس بتبقى حاجات مؤقتة أو وقتية هتعالج لك المنطقة شوية، بس هو قابل ان هو يرجع لك في أي وقت تاني وفي أي حتة. بس خلاص احنا من النهاردة جبنا له الحل الجامد ده، فعادي ما تعوليش همها وقت ما يرجع لك جلد الوز ده استخدمي له كرباميد. خلاص فيديو النهاردة واشوفكم فيديو تاني وجديد.